بعد ما غيرت نظام اوضه النوم جوزي جه وكان هيتخانق معايا وكان هيطلقني، وطبعا كانت مشكله جامده لان انا اتصرفت من دماغي. طبعا عايزه اوريكم شكل اوضه النوم قبل وشكل اوضه النوم بعد، وانتوا احكموا بنفسكم. ده طبعا اختيار كان صح ولا لا، وهل انا قفلت الاوضه كده ولا لا. بصوا يا جماعة، هوريكم طبعا من الاول. ده مدخل الاوضة، هنا على الشمال كانت التسريحة، وفي وش طبعا كان الدولاب، والناحية التانية كنا حاطين السرير كده. هوريكم طبعا الشكل وتقولوا برضو ان هو كان الاول احلى ولا بعد كده احلى. اهو السرير برضو، وجنبه هنا طبعا السبت بتاع الغسيل، واتنين الكومودينو والستارة طبعا ديت. هنا بقى بعد ما غيرت حطيت السرير في الوش كده وانتوا داخلين، وكومودينو من هنا وكومودينو من هنا. طبعا ده نظامها المفروض الاصلي، والدولاب هنا في ظهر ورا الباب. مشكلته طبعا هنا ان الباب ما بيفتحش كويس، دي المشكلة اللي فيه. لكن طبعا هنا برضو الناحية التانية التسريحة في زاوية. هنا طبعا فيها زبطات في الحيطة ديت لان هي داخلة لجوه وجميلة جدا. وهنا طبعا السرير زي ما انتوا شايفين وراء الحيطة برضو شكلها مختلف. الدولاب لما بيكون هنا بيبقى قافل الحيطة دي خالص. الميزة الوحيدة ان الأوضة هنا او الأوضة هنا لك ان الأوضة الشكل التاني بيكون اوسع ومدية طبعا للأوضة براح. لكن في النظام طبعا انا عاجبني النظام ده. قولوا لي انتوا في الكومنتات انهي النظام عجبكم، ولو عايزين تعرفوا الطريقة اللي انا بنقل بيها الخشب من غير ما افكه الدولاب والسرير قولوا في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو. وكده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم الفيديو. حطوا وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل